منطلقا من المواد الدستورية والمراسيم الاشتراعية وقانون الدفاع الوطني إلى البيان الوزاري، رد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على من يريدون فتح ملفات قضائية لمحاسبة بعض القيادات اللبنانية. جعجع أشار إلى أنه بعد حرب تموز 2006 وما جرى من دون علم الحكومة اللبنانية انتظروا ردا بالسياسة، فتفاجؤوا بوثائق ويكيليكس، مستغربا استعانة هذا الفريق بوثائق إمبريالية استعمارية، ومنتقدا أيضا اعتراف هذا الفريق بصدقية ما ينقل عن 14 آذار ورفضه لما ينقل عن فريق 8 آذار، موضحا أن ما نقل صحيح وأنهم يقولون أكثر من هذا بالإعلام. هن بينظروا لحالهم كمقاومة حرين ينظروا لحالهم مثل ما بدهم، بس كمان نحن حرين ننظر لهم مثل ما بدنا. المؤسسات الوحيدة اللي نحن بنلتزم فيها هي مؤسسات الدولة اللبنانية. عدا عن ذلك اي حزب ولا مثل اي ست حب يعني هي لها حق تنظر لحالها كاحلى مره بالعالم، وكمان نحن لنا حق نفكر فيها انه ما راح اقول شو. جعجع سأل من نصب فريق 8 آذار على محاسبة الناس ومن نصب حزب الله أن يكون مقاومة، مقترحا فكرة على 14 آذار لفتح ملفات قضائية مرتكزة على الدستور وليس على جلسات وسهرات ودبك وفستق كما قال. مادة 49 من الدستور: يرأس المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. هو المسلحة تبع حزب الله تخضع لمجلس الوزراء ولسلطة رئيس الجمهورية شيء، أو للأسف فيني أقول بعض الأوقات العكس. مادة 65: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة. شو عم بصير؟ هو مش العكس اللي عم بصير بعض الأوقات؟ المادة كمان 65 من الدستور: السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بدون استثناء. يلا وين الحكومة عم تشرف يعني على أعمال التنظيمات العسكرية والأمنية تبع الحزب الله ولا العكس؟ كمان المادة 65 من الدستور: من مهمات الحكومة إعلان حالة الطوارئ وإلغائها، الحرب والسلم والتعبئة العامة. دخلكم مين عم بيعلن حالة التعبئة العامة حالة الطوارئ؟ ومين عم بيلغيها نحن عنا؟ وفي المراسيم الاشتراعية وقانون الدفاع الوطني: قانون الدفاع الوطني محدد من هي القوى المسلحة: الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، وبوجه عام سائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم. يعني القوى المسلحة الشرعية، نطور البلدية، حارس البلدي، هذا قوة مسلحة شرعية، بس هداك الحمل صاروخ أو مدفع هذا منه قوة مسلحة شرعية، ما له علاقة. مادة 303 يلي عنوانها عصيان مسلح: كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت 7 أيار. ما بدها شيء، ما بتضيع ولا ندفع. مادة 308: يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة حرب أهلية أو الاقتتال الطائفي، يعني مثل اللي صار ب7 أيار أو بعائشة بكار أو برج أبي حيدر. وفي قانون العقوبات تحدث جعجع عن مواد تعاقب حزب الله على مشاركته إيران في الحرب ضد العراق. أما لجهة ما ورد في البيان الوزاري الشعب والجيش والمقاومة، فتساءل جعجع عن من قال إن المقصود بالمقاومة هو التنظيمات المسلحة التابعة لحزب الله وحلفائه، مذكرا بما ورد في البيان الوزاري عن حصرية القرار في القضايا المتصلة بالسياسة العامة بالدولة فقط.